السلام عليكم. جاني واحد السؤال اللي كيتكرر بزاف بين الناس اللي عايشين في امريكا. واش العاطلين عن العمل يعني الناس اللي ما خداميش خاصهم يخلصوا الضرائب؟ الجواب ماشي بسيط، ولكن غادي نقسمو لكم بطريقه مفهومه بلا تعقيد باش تكونوا على بينه وتعرف شنو عليك وشنو لا. اول حاجه، الا كنت عاطل تماما يعني ما خدامش، ما عندك لا دخل من الخدمه، لا من البيزنس، لا من الانترنت مثلا، ولا من السوشيال ميديا، في هذه الحاله ما عليك لا ضريبه ولا تصريح ضريبي. علاش؟ حيت الدوله كتحاسب الناس على الدخل اللي كيدخلوه، ماشي على الوقت اللي ما خدموش فيه. يعني مادام ما عندكش مدخول ما كاين لا ضريبه لا ستار الراس. ثاني حاجه، الا كنتي تتشد اعانه البطاله، هنا ضروري تعرف باللي هذه المساعده كتعتبر دخل خاضع للضريبه الفيدراليه. يعني الدوله كتشوفها بحال واحد المبلغ اللي جاك كتدخلو، خاصك تصرح به ملي دير الاقرار الضريبي. كاينين الناس اللي كيديروا اختيار باش يخصموا الضريبه مباشره من الاعانه، وكاينين اللي كيتسناو حتى يدور التصريح السنوي ويحسبوها كامله في ذاك الوقت. يعني في هذه الحاله ماشي انك ما خدامش معناها ما كتخلصش، بل على حساب نوع المداخل اللي كتوصل بها من الحكومه. ثالث حاجه، اذا كنتي عندك اي دخل صغير او جانبي، هل تتبيع شي حاجه اونلاين، او عندك شغل يعني شغل حر، او حتى الارباح من البنك، راك خاصك تصرح بها الى مجموع ديال الا تجمع الدخل ديالك في السنه جا اكثر من حوالي 13850 تقريبا دولار للازم. يعني الدوله كتحسب المجموع كل دخل جاك، ماشي غير الخدمه الرسميه. رابع نقطه مهمه بزاف، حتى الناس اللي ما خدامش بعض المرات كيتسجلوا في النظام الضريبي باش يرجعوا الفلوس ليهم. ما يعني بترجع له فلوس. كاينين حالات كتكون فيها مثلا خدام، ما خدامش ولكن عندك الاولاد او دخل ضعيف، وممكن الدوله ترجع لك الفلوس في الاقرار، ديال الاقرار الضريبي. هذا الشيء كيعني انك ما خصكش تفوت الفرصه حتى لو ما عندكش دخل كبير. سير قدم الاقرار، يمكن تكون عندك مفاجاه زوينه في الرصيد ديالك وتلقى شي بركه مزيانه. في النهايه نقول لكم كلمه الحق، امريكا ما تظلمش ولكن كتعتمد على النظام والقوانين. حنا تنظروا على النظام والقوانين، ما تنهضروش على شي حاجه اخرى. الا عرفتوها مزيان تقدر تستافد وترجع فلوسك كنتي غادي تضيعها، ولا تجاهلتيها ممكن تلقى راسك مديون او محروم من المساعدات كنتي